السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في حلقة رياضية جديدة. طبعا ما زلنا مع التغييرات اللي بتحصل ضمن صفوف شبيبة القبائل قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لعام 2024. في الحلقات اللي فاتت كان في تسريع اكتر من لاعب، واكتر من لاعب فسخوا عقودهم مع فريق شبيبة القبائل، كل من وقاسي وزيردو وجمرود، بالاضافة الى كل من ياسين قنينة والحارس مجادل. يعني كان في تغييرات كتير ضمن صفوف شبيبة القبائل. أما في حلقة النهاردة جايب لكم خبر أكتر من رائع، صفقة العمر وصفقة من ذهب، أو زي ما بيقولوا صفقة على طبق من ذهب. اللاعب المهاجم العالمي الرائع مضى خلاص موسمين ضمن صفوف شبيبة القبائل، هداف فريق أولمبيك أكبو. اللاعب المحترف العالمي الرائع جدا رضوان بركان مضى لمدة موسمين داخل فريق شبيبة القبائل ليكتمل الخط الهجومي داخل فريق شبيبة القبائل. ومن وجهة نظر الشخصية كمحلل إعلامي رياضي مصر وهنا من داخل قناتي، اللاعب ده هنقدر نستفيد منه جامد. بالإضافة إلى عامل الخبرة، أيضا اللاعب يمتلك عنصر القامة أو طويل القامة، يعني سهل جدا إن احنا نخصصه في الضربات الثابتة أو في الكرات العالية. يبقى كده خط الهجوم اكتمل معايا كل من أرجم وبعلية، بالإضافة إلى مواقي والاستخدامات اللي أيضا اللي انضمت لفريق شبيبة القبائل في الآونة الأخيرة، كل من عبد الرحمن مزيان وأحمد معمري، بالإضافة للمهاجم الرائع جدا عمران فايق. يبقى كده معايا في خط الهجوم 5 عناصر سهل جدا إن احنا نوظفهم، ويبقى كده شبيبة القبائل مكتمل هجوميا. أرجم بعلية مواقي عمران فايق، بالإضافة للصفقة الرائعة اللي معانا في حلقة النهاردة رضوان بركان. وكل الاستخدامات بتصب في صالح فريق شبيبة القبائل، وبمشيئة الله شبيبة القبائل هيعود بقوة في الدوري الجزائري والدوريات العربية والأفريقية والعالمية. ولو أنت من عشاق وأنصار شبيبة القبائل وحابب تتابع معايا كل الأخبار الرياضية الجديدة والحصرية، الفيديو ده بالذات يستحق منك مليون لايك. اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبائل